بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن توبيك جديد اسمه اللوبس. طيب، اللوبس في بايثون إحنا بنتعرض ليه في حياتنا اليوميا. تمام. واحنا مش واخدين بالنا كتير جدا. تمام، يعني مثلا دخلت انستجرام لقيت شوية بوستس قدامي، أو في الفيسبوك الفيدز أو الأكاونت بتاعي لقيت معلوماتي، أو في الفيد لقيت بوستس كتير جدا عندي. تمام. طيب الكلام ده كله انا عرفت اصلا اطلع الداتا دي ازاي؟ شانل اليوتيوب، افتح اليوتيوب عندي الاقي فيديوهات كتير جدا ظاهره قدامي. الفيديوهات دي اصلا ظاهره ازاي؟ تمام. الفيديوهات دي بتبقى ظاهره نتيجه ان انا دلوقتي عندي، اتفقنا هي بتيجي ديكشنري، بس الديكشنريز جوه ليست. عندي ليست اوف ديكشنريز. تمام. فبيبقى ظاهرين اللي بيخليه لوب. تمام. او اللي يخليهم يظهروا او يترتبوا بالمنظر ده هو مبدأ او مفهوم او كونسبت اللوبس عندنا. طيب، هنبتدي بمثال صغير وبعد كده هنعلى واحده 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 لحد ما نوصل لفعلا ازاي بتطلع على اي ويب سايت. تمام. او حتى لو انا عندي داتا، لو انا شغال از داتا انجينيرنج، انا عندي داتا بيز عايز اجيب الداتا منها واحطها في الداتا وير هاوس عندي. تمام. ازاي شكل الداتا اطلعه؟ تمام. ده بيفرق معايا جدا في الشغل بتاعه وتنظيمه. طيب، خلينا كده نبتدي. لو جيت عملت نيمز، النيمز دي عبارة عن لستة زي ما كنا أخدنا المرة اللي فاتت، فيها عمر، سارة، أحمد، رضوى، بالمنظر ده. طيب، لو جيت طبيعي جدا قلت لك اعمل لي برنت للنيمز. تمام. هتعمل لي رن، هيطلع لي ايه؟ النيمز عمر وسارة واحمد ورضا. تمام، جميل جدا. بس هل ده حقيقي؟ لا. ليه؟ علشان اليوزر، تمام، مش هيفهم الحاجه دي. انا وانت فاهمين كويس ان ديت عباره عن لستة واسماء. طيب هو اصلا مش فاهم يعني ايه سنجل كوتيشن ولا دبل كوتيشن، ما عندوش اي خلفيه بروجرام، فبنضطر لازم نعرضها له بالطريقه الريدابل، اليوزر يعرف يقراها. تمام. طيب النيمز عندي عشان اعرضها، جميل جدا. هتيجي تقول لي والله ما انا عايز اعرض عمر لوحده، عمر اندكس 0، ساره اندكس 1، احمد اندكس 2، هكذا 2 و 3. تمام. مش صعبه يعني، هاجي اعمل رن هتظهر لي اهي بالطريقه دي وريدابل كمان لليوزر. هقول لك جميل جدا. تمام. طب لو حبيت مثلا تحط لي ايه هالو جنبهم، فانت هتعمل لي ايه؟ هتقول لي والله ده انا عملت لاصق، يلا بينا نحط كلمه هالو بالمنظر ده. تمام. هتيجي تعمل رن، هقول لك جميل جدا. صح. تمام. بس دي لسه كام؟ مثلا 4. طب لو انت عندك 800، لو عندك 1000، بلاش، لو عندك 100، تمام، هتكتب لي 100 سطر كود عشان تطبع لي الاسماء؟ لا طبعا. تمام. دي بقى يجي كونسبت اللوب. كونسبت اللوب التوضيح بتاعه ايه؟ اللي انا عندي والله سيركل بالمنظر ده. تمام. انا بفضل الوب جواها، بفضل شغال جوه السيركل دي، بلوب 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 لحد ما اوصل لايه؟ نقطة الستارتنج بتاعتي. طيب، بعد كده لما وصلت لنقطة الستارتنج ايه اللي هيحصل؟ خلاص هعمل ايه؟ هعمل ستوب. هعمل هنا ايه؟ هنا اول ما ابتدي، تمام، لما الف 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 وارجع لها، خلاص يبقى انا كده لفيت 360 درجة او خلصت ايه المبدأ بتاعي. تمام. طيب هي نفس الفكرة. ازاي؟ لو انا جيت هنا عملت ده، خليه كات واحطه هنا فوق عشان نقارنه بالكود بتاعنا الجديد. هنا لو خلي بالنا، لو كان عندي 100 جوه الليسته كنت هضطر اكتب 100 سطر كود. تمام. طيب بص بقى، انا هنا الفور بتتكتب ازاي؟ او اللوب عامه، بكتب كلمه فور وبعد كده بنشئ اي متغير، اي متغير يجي في دماغي، اكس ان اي حاجه. بس دايما بخليه لوجيك. ليه؟ عشان اللي شغال ورايا في الكود يعرف انا بكتب ايه وعشان ايه. يعني مثلا نيمز، فانا عفور نيم ان ايه نيمز. طب ده معناه ايه؟ معناه ان النيم دي، النيم اللي عندي ديت، تمام، هتخش جوه الليست. طب بعدين مره هتبقى بعمر، ومره هتبقى بساره، ومره هتبقى باحمد، ومره هتبقى برضو.
تمام، الname دي متغيّرة، تمام، كل مرّة هتشيل اسم وبعد كده تفضل تلِف، 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 تلِف لحد تلِف اللفة بتاعتها الكاملة ال360 اللي إحنا قُلنا عليها. فكرة الloop إحنا بنسمّيها حلقة تكرارية، تمام، عشان هي بتبقى شكلها زي الحلقة أو الcircle بتلِف تاخد لفة 360 كاملة لحد ما تخلّص إيه، تخلّص الشغل بتاعها. الشغل بتاعها إيه، إنها تمشي على كل الليستة اللي عندي. طَب جميل جدًا، هاجي أعمل إيه، لو جيت قُلت له for name الnames أنت هتخش جوّه مين، الليستة اللي اسمها names، بعد كده نقطتين في بعض، وبعد كده باكتب الكود بتاعي بعد إيه، جوّه الblock بتاعي، تمام، فآجي أقول له مثلًا اعمل لي print لإيه، اكتب لي hello hello تمام، وهنا إيه بقى الname اللي هو المتغيّر بتاعي. لو جيت عملت run هالاقي نفس الكود بالضبط، طلّع لي نفس الأسماء بالضبط، بس المرّة دي أنا كتبت إيه، سطر واحد كود، تمام، فأنا بالنسبة لي هيفرق معايا يقلل لي، يعني أنا دلوقتي لو أنا عملت 100 اسم هي سطر واحد كود حل لي المشكلة دي. وهو ده اللي بيحصل في أرض الواقع، يعني الposts أصلًا اللي بتتعرض على LinkedIn أو على Facebook يعني آلافات، 10.000 ملايين هكذا. طب إزاي بتتعرض لك أنت يا غلبان؟ بتتحط كلها جوّه object كبير زي ليستة، تمام، list of dictionary وبعد كده أنت بتخش تلوب وتعرضه، تمام، فالموضوع بيبقى الموضوع بسيط جدًا، وفي نفس الوقت أنت حققت حاجة كبيرة جدًا، وكل ده بإيه، variable واحد حليت لك المشكلة، عملت loop حليت لك كل المشاكل، تمام، طيب لحد دلوقتي جميل جدًا، طيب أنا دلوقتي عايز أعمل إيه؟ أنا طبعًا هنا أقدر أقول له والله اعمل لي name dot upper بالمنظر ده، هل هيبقى في مشكلة؟ لأ، خلّيهم لي كلّهم أبيض، كود واحد أقدر أتحكّم فيه في كل اللي موجود هنا، تمام، طيب ده أول شكل من الloop اللي أنا بالوب على list. طيب ينفع loop على رقم لو أنا جيت عملت number بيساوي 10، تمام، وجيت قُلت له for مثلًا الnumber ده اللي أنت هتلوب عليه، واعمل لي print للn، ينفع؟ تعالَ نجرّب، لو جيت عملت run هالاقيه طلّع لي إيه error بيقول لي إيه int object is not iterable، تمام، يعني إيه؟ معنى الiterable عندك أنت الinteger ده مش iterable ده عبارة عن رقم، لكن الiterable ده بيكون عندي إيه؟ بيكون عندي خلّينا كده نكتبهم عندنا الiterables عامةً بيكون عندي يا إما string يا إما list يا إما tuple، تمام، وعندنا كمان حاجة اسمها mapping برضه تنفع في الloop ديّة بتكون مين؟ بتكون الdictionary الdict، تمام. طيب أنت الinteger مش iterable صح؟ آه، فما ينفعش تلوب عليه. طيب بُص بقى الجمال، الليستة مش إحنا قُلنا الstring قصدي قُلنا إنها iterable يعني ينفع loop، يعني الرقم ده لو أنا حطيته كده أهو على أساس اللي هو string لو جيت عملت run طلّع لي إيه، 1 لوحده و10 لوحده و0 لوحده قصدي، تمام، عشان أنا حوّلته من هنا من integer لstring جميل جدًا. طيب لو جيت قُلت لك تعالوا نعمله إيه، لو عندي name equal عمر محمد بالمنظر ده، تمام. وجيت قُلت لك اطبع لي كل حرف لوحده، هتعمل لي name index 0 index 1 وهكذا، لأ إحنا اتفقنا بقى هنيجي نعمل for in name ونقطتين فوق بعض وانزل وهاجي أقول له مثلًا اعمل لي print للN دي، تمام، خلّي بالنا print اللي بنستخدمه مين، اللي بالوب عليه، ديّة اللي هتشيل قيمة كل شوية إيه مختلفة، لو جيت عملت run هالاقيه طبع لي عمر أهو، وهالاقيه برضه طبع لي الspace اللي أنا حاططها، تمام، عشان تبقى عارف إن هو بيعامل الspace على هيئة اللي هو إيه character، تمام، وطبع لي محمد والدنيا إيه كويس. حلو أوي. طيب يبقى كده خلّصنا الname، يبقى أنا عرفت أتعامل إزاي ألوب على list وعرفت ألوب إزاي على string، تعالوا على إيه tuple لو أخدنا مثلًا نفس الليستة اللي فوق اللي إحنا كنا شغالين بيها، تمام، وحوّلنا القوسين دول لقوسين tuple،
هالوب عليها ازاي؟ هل هتفرق؟ لا، نفس الليسته بالظبط. هاجي اقول له فور نيم ان نيمز بالمنظر ده، وهاجي اقول له مثلا اعمل لي برنت للنيم بالمنظر ده. تمام. لو جيت عملت رن، إيه اللي هيحصل؟ طبعا لعمر وساره واحمد ورضا. تمام. طيب لو انا عندي اصلا آه تعالوا نصعبوا المثال ده شويه. لو انا عندي لستة تانية مثلا وليكن اسمها employees، وهي بتشيل بس الاسماء. تمام. ولسه مثلا فيها ايه؟ ابراهيم وسعيد وآلاء بالمنظر ده. جميل. طيب الفكره بقى ايه؟ انا عندي وليكن انا هنا مش هعرف اعدل على التيوبل، واحنا عارفين كده صح ولا لا؟ ولا اقدر اضيف ولا اقدر امسح ولا اقدر اعمل اي حاجه. فانا عايز احولها، او هي اسماء جايه لي من سورس ملف اكسل مثلا، وانا عايز ادخلها ايه لسورس تاني، انا لسته تانية. فاجي اعملها ازاي؟ بسيطه. مش احنا عملنا فور نيم النيمز؟ انت عايز تدخل الاسماء دي جوه الليسته دي. جميل. طب بعد كده هتاخد لي كل اسم من هنا تحطه لي هنا. طيب انت عايز تحطه في الاول ولا في الاخر؟ اتفقنا. لو في الاول احط ابند، لو في الاخر احط ابند. لو في الاول احط الانسرت وادي له ايه الاندكس بتاعي. بس انا دلوقتي عايزين نحطه في الاخر وخلاص. انا هاجي اقول له فور نيم النيمز، وبعد كده اقول له ايه الامبلوي. تمام. دوت ايه ازاي اضيف ابند؟ احنا قلناها. هتضيف مين؟ النيم، النيم اللي جاي لك. طب في الاخر خالص اقول له ايه؟ اطلع بره اللوب. لو انت عايز تطبع الليسته كلها اطلع بره اللوب، عشان انت لو كتبت اي حاجه جوه اللوب هتفضل تتكرر تتكرر تتكرر، حلقه تكراريه لحد ما ايه؟ لحد ما العنصر ده يخلص. تمام. طيب فانا هطلع بره اللوب، وهاجي اقول له ايه؟ هقول له اعمل لي برنت للايه؟ للامبلوي، للامبلويز بالمنظر ده. لو جيت عملت رن هلاقي طبعا لي إيه؟ ابراهيم سعيد علاء، وبعد كده ايه؟ عمر ساره احمد رابط بالمنظر ده. لو دخلنا بقى دي جوه كده، بص بص بص، دوست تاب بس. تمام. هيطبع لي ديت الامبلويز ديت كم مره؟ واحد اتنين تلاته اربعه. شاطر، اربعه. تمام. لو جيت عملت رن هلاقيه كل مره بيطبعها لي بحاجه مختلفه. اول حاجه وهي فيها عمر، لما عمر دخل، بعد كده لما دخل ساره. تمام. وبعد كده لما دخل احمد، وبعد كده لما دخل رضا. ده يوصل لك حاجه تبقى تفهمك اكتر في الكونسبت بتاعنا، ان فعلا النيم كل مره بتشيل اسم. فانا كل مره بشيله وبطبع بيطلع لي ده. تمام. يا رب الصوره تكون واضحه. طيب جميل جدا. فاضل لنا اخر حاجه في اللوب، وهي ايه؟ الديكشنري. لو جينا هنا عملنا ايه؟ امبلوي بالمنظر ده. الامبلوي عباره عن ديكشنري. تمام. نيم ب مثلا عمر، ايج 29، مثلا ايه؟ سكيلز، او مثلا نخليها سالري، اي حاجه. تمام. ولو جيت عملت برنت للامبلوي هيطلع لي ايه بالمنظر ده؟ نيم عمر وايج وكذا وسالري كذا. طبعا ديت مش ريدابل انها تطلع لي اليوزر. تمام صح ولا لا؟ فانا لازم اطلع لي اليوزر بطريقه تانية. ازاي اطلع لي اليوزر؟ عن طريق اللوب. تمام. على فكره تبقى جايه لنا بالظبط كده في الموقع. طب بنعملوها ازاي؟ هقول فور مثلا امب ان مين؟ امبلوي. طيب انت عايز دلوقتي employees دوت ايه مثلا؟ انا دلوقتي لو جيت عملت ان امبلوي وعملت employees، سوري اسمه امبلوي، امسح الاس، وجيت قلت له مثلا اعمل لي برنت للامب، يا ترى الامب هتبقى شايله ايه؟ هتبقى شايله دي كلها؟ تعال نشوف. لا، هي شايله لي مين؟ عمل لي النيم والايج والسالري، عشان هنا باي ديفولت بياخد ايه؟ الامبلوي دوت كيز، كاني كتبت كده بالظبط اللي احنا خدناه في الايه؟ في الفيديو اللي فات. تمام. طب لو انا قلت له هات لي الفاليوز بس، هقول له دوت فاليوز. تمام. طلع لي ايه؟ الفاليوز بس بالطريقه دي. طيب
هل هنا لما اطلع له الفاليوز هو هيعرف اتحكم فيها؟ لا، فانا ممكن اطلع له الكي والفاليوز ازاي؟ عن طريق برضه خدناه المره اللي فاتت دوت ايتمز بالطريقه دي. بس هنا خلي بالنا ما بقتش امب، امال بقت ايه؟ خلاص انت هتستلم كي وبعد كده هتستلم ايه؟ فاليو، هتستلم الاثنين. فلو جيت قلت له مثلا هنا كي بالمنظر ده، وبعد كده جيت قلت له جمله كده از ونقطتين فوق بعض وكوما واديته الفاليو، ايه اللي هيحصل؟ بسيطه، هيطبع لي مثلا نيم از عمر وهكذا. لو جيت عملت رن هلاقي النيم از كذا، الايدج كذا، اد كذا، السالري از كذا. تمام. فاعتقد لحد دلوقتي الموضوع ايه؟ واضح الحمد لله. نيجي بقى لنقطة أخيرة دلوقتي، عايزين نعرف ازاي اللي بيحصل على الايه، على الفيسبوك مثلا او اليوتيوب، ازاي بندخل جوه ليست. تمام. في مبدأ عندنا كده اسمه نستد لوب. لو انا جيت هنا، يعني ايه نستد لوب؟ خلينا كده نعمل ده كومنت وده كومنت دلوقتي، خليه يتسجل زي ما هو محتاجه. لو جيت هنا انا قلت ايه؟ عندي الليست اوف نيمز ديت بالمنظر ده، وسميتها ايه؟ نيمز. طيب النستد لوب بيعمل ايه؟ باجي اقول له مثلا انا عايزك دلوقتي تطبع لي كل حرف لوحده في الاسماء. تمام. مش قلنا ده اندكس 0 وده اندكس 1 وده اندكس 2؟ جامد جدا. فانت هتمسك لي اندكس 0 وبعد كده تطلب لي عليه، وتمسك لي اندكس 1 وتطلب لي عليه، وتمسك لي اندكس 2 وتطلب لي عليه. بنعمل الكلام ده ازاي؟ بلوب اول مره على الليست فور نيم ان نيمز بالمنظر ده. لو انا طبعت النيم برنت النيم، تمام، هاجي اعمل رن على ايه؟ طبع لي ابراهيم سيد علي. تمام، الاء. تمام. طب انا عايز امسك كل بقى نيم ديت. جميل جدا. فانت هتيجي تعمل لي فور لوب تانية جوه الفور لوب دي. تمام. نعمل فور مثلا ان بقى مين؟ النيم المره ديت اللي علوب عليه، اللي شايله كل اسم لوحده. واقول له مثلا اعمل لي برنت للايه؟ للان. تمام. واخلي بعد كل فور يعمل لي مثلا برنت مثلا العلامه ديت في 50، اضربها في 50 مره. تمام. ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل كالتالي: اول مره هيقوم ماسك النيم، تمام، يطبعها لي، تمام، اللي هو ابراهيم، وبعد كده مش هيلف ويدخل على سيد، لا، هيقوم داخل منفذ السطر اللي تحتيه اللي هو ايه؟ لوب تانية. بس اللوب التانية دي على مين؟ على ابراهيم ذات نفسه. هيدخل جوه ابراهيم يطبع لي كل الحروف بتاعته. طب بعد ما يخلص هيطلع من اللوب التانية للوب مين؟ الاولانية. هيقوم عامل شديد لي خط ضارب لي علامة الضرب ده في 50 كشكل بس نفصل بيه، وبعد كده يلف على اللي بعده. اللي بعده مين؟ سيد. فيطبع لي سيد، ويخش برضه يطبع لي كل حرف، وهكذا وآلاء لحد ما يخلص ايه؟ الليسته بتاعته. جميل. طيب لو جيت انا عملت رن من المنظر ده، الاقي ايه؟ اول حاجه قال لي اهو ابراهيم وطبع لي كل الحروف بتاعته، وبعد كده عمل لي الشكل ده كانه بشد خط يعني، وجيت سيد كل حرف لوحده، والاء وكل حرف لوحده، وهكذا. تمام. ده مبدأ بنسميه ايه؟ بنسميه بالمنظر ده كده حاجه اسمها ايه؟ نستد. تمام. ايه؟ نستد لوب، يعني لوب جوه لوب. تمام. طيب لو انا بقى كان عندي حاجه زي كده زي الامبلوي، تمام، بس ديت ناخدها ايه؟ ناخد ده كده كوبي، وتعالى نعمل ايه؟ نعمل لدول كومنت وده كومنت معاه، ونعمل ايه برضو لدول كومنت بالمنظر ده. وعادي هنا اعمل ايه؟ اعمل employees بالمنظر ده، واعمل لستة، افتح قوسين واعمل ايه؟ احط اول ديكشنري، تمام، وبعد كده كما، ونحط ايه؟ ده تاني ديكشنري، لا بيست، كما، بعد كده التالت ايه؟ ديكشنري بالمنظر ده. خلي بالنا ما بين كل عنصر وعنصر في الليست لازم كوما. فانا حطيت هنا كوما ايه؟ عشان افصل ما بين الديكشنري دي والديكشنري دي. تمام. هنا نغير الاسماء لاحمد
وهنا مثلًا إيه أداء بالمنظر ده. طبعًا لو أنا جيت قُلت له اعمل لي print للemployees هتشوفها إيه إنها عادية ليستة، تمام، جواها إيه dictionary أولى، وبعد كده الdictionary الأولى أهو من أول هنا لحد الsalary، وبعد كده dictionary تانية، وبعد كده dictionary تالتة، يعني list of dictionary. والدليل على كده لو أنا جيت قُلت له هات لي employee dot -1 جيب لي إيه آخر واحد، هيجيب لك آخر واحد في الليستة، تمام، اللي هو مين آلاء والage والsalary بتاعتها، تمام. طيب أنا بقى عايز أloop بقى على دول وأطلّع كل عنصر لوحدهم. بسيطة، باعمل إيه، هاجي أقول له هنا for إيه مثلًا emp in إيه employee in employees بالمنظر ده كده، نقطتين فوق بعض. طيب لو أنا جيت قُلت له اطبع لي print الemployee على إيه، طبع لي إيه الdictionary دي، طب أنا مش عايزها. طيب أُمّال أنا عايز أعمل إيه، عايز ألوب على الdictionary دي، هاقول له إيه بسيط for key وكمان value، تمام. in بقى إيه إحنا اتفقنا in employees برضه لأ طبعًا in emp dot إيه items. ليه؟ employee كبيرة ديّة ليستة، لكن الemp دي هتبقى شايلة كل dictionary لوحدها، تمام. فآجي أقول له dot items وبعد كده إيه، هاقوم جاي عامل إيه print للإيه، أنا دلوقتي عايزك تطبع لي الkey والvalue، تمام. فمثلًا عايز أقول له emp مثلًا خلّيه يطبع لي key طبعًا is، أحط له is وأدّي له مثلًا إيه الvalues بتاعته، تمام. طيب أنا دلوقتي عايز مثلًا إيه، أنا بقى عندي الemployee الأول، التاني والتالت وهكذا، ممكن إيه أشد خط برضه، أقول له print أطلع برّه الloop خالص زي ما اتفقنا، وآجي أدّي له مثلًا العلامة ديّة، باقول له اضربها لي في 50 مرّة، تمام، عشان يشد لي الخط. لو جينا عملنا run هالاقي إيه طلّع لي إيه، أول حاجة name is عمر 29 وهكذا، بعد كده شد لي خط ودخل في اللي بعده، شد لي خط دخل في اللي بعده لحد ما خلّص، تمام. فكده اتعلمنا الnested for أو الnested loop عامةً، وده اللي بيحصل حقيقي وأنت بتشوف ويب سايت أو في موقع، أو أنت في data عندك عايز تدخّلها عندك على الdatabase، أو تجيب data من database تنقلها لdatabase from the source to مثلًا warehouse بتاعتنا، فأنت بتبقى بتاخد الdata as it is بتعرضها بنفس المنظر ده. فالloop مهم جدًا اللي إحنا نتعلمه، ومبدأ حقيقي أنت هتشوفه في كل حاجة في حياتك وأنت شغال. فاضل حاجة بس بسيطة عن الloops، لو أنا دلوقتي عايز أجيب أرقام، يعني مثلًا لو أنا عايز أطبع من 1 ل10، تمام، أنا ممكن أعمل إيه، هاجي أقول له مثلًا for إيه number أو num in إيه، ما إحنا قُلنا ما ينفعش أعمل iterable، هاقول لك بس ممكن تستخدم دالة اسمها range، تمام. الrange دي الstart بتاعها 0 الdefault بتاعها 0، تمام. طب أنت عايز توصل لحد كام، لحد 100، فتدّي له الend على طول، تمام. وهتيجي تقول له هنا مثلًا اعمل لي print للnum دي، جميل. لو جيت عملت run هالاقي إيه، طبع لي من 0 من 1 ل9 من 0 ل99، ليه؟ عشان ابتدى لي إيه، من 0، تمام. لو أنا جيت قُلت له مثلًا ابتدي لي من 1 لحد مثلًا بدل 100 نصغّرها شوية لحد مثلًا 10، وجيت عملت run هالاقيه طبع لي من 1 ل9 عشان أنا جيت قُلت له اطبع لي 1. طب أنا لو عايزه يوصل لرقم 10، جميل، أجمع على الآخر حاجة أنا عايزها +1، يعني عايز 10 يبقى أقول له من range من 1 ل11 بالمنظر ده، فطبع لي من 1 ل10. يا رب تكون الصورة وضحت، لو في أي حاجة سيبوا لي استفساراتكم هارُد عليها على طول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.